هو انتوا ازاي يا جماعه مش عاجبكم نهايه مسلسل كارثه طبيعيه لمحمد سلام؟ انا بصراحه النهايه عجبتني جدا. مش لازم النهايه تبقى اللي هي النهايه السعيده ولازم تاخدها دايركت في وشك كده على طول وتكون مفهومه. خلاص محمد وشروق لقوا شغل ولقوا ياكلوا عيالهم منين. هو جابها لك هنا ان محمد خلاص هيلاقي شغل بس بطريقه غير مباشره. محمد كان موصي معد البرنامج ان اي نجم يجيله يوروا له الحاجات اللي بيالفها. هنا وهو بيبص على السيناريو بتاع محمد، خلاص يعني محمد ربنا هيجعل له رزق في الحاجه اللي كل الناس كانت بتبعده عنها وهي الكتابه. احمد بكي يا جماعه ايه الكاريزما دي، ايه الطله دي، يطلع ثانيه بيقلب الدنيا. محمد ممدوح مش طبيعي، بيعرف يعمل اي حاجه وكل حاجه. كمال ابو ريا خفه دمه كانت اكتشاف في مسلسل كارثه طبيعيه. حمزه العيلي والله العظيم عايز فيديو لوحده، عايز سلسله فيديوهات على موهبته وحقه ان هو يكون في مكانه اكبر من كده بكتير. محمد سلام بقى دايما بنضحك معاه، اول مره يخلينا نعيط. حسام بقى ابهرتني بطبيعتها وبساطتها، قد ايه كانت حقيقيه ان طول المسلسل ما حطتش ولا نقطه ميك اب في وشها عشان تقدر توصل لك ان هي ام ومشغوله بالسبع عيال وكمان مش لاقيين ياكلوا. من اول ما تعرض كارثه طبيعيه لمحمد سلام وانا شايفه ان هو مش مسلسل كوميدي، مسلسل دراما يخليك تعيط طول الحلقات. كارثه طبيعيه ده غير مسار محمد سلام الفني ووداه في حته تانية خالص.